السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ اخباركم عاملين ايه؟ يا رب الكل يكون في افضل حال. حلقة جديدة معاكم النهاردة، مكملين في سلسلة الفيديوهات القصيرة اللي وعدنا حضراتكم بيها. هنتكلم النهاردة في موضوع شيق جدا وجديد، وهو يا دكتور ايه اللي هيحصل لو انا عندي خراج في بقي وانفجر فجأة كده لقيته اتفتح وبدأ يطلع ايه السوائل والصديد والحاجات اللي جواه ده. في الغالب وفي الطبيعي في الاول ايه اللي هيحصل؟ ان الالم بتاعي هيخف. يعني انا عندي الم مثلا كان شادد، اول ما ينفجر الخراج ده هيبدا ان ايه الالم ده يخف معايا. بس المشكله ان انت لازم، الكلام ده برضو مش هيمنعك ان انت ما تروحش للدكتور، لان انت لازم تروح تاخد عنايه طبيه متخصصه من عند دكتور السنان، عشان الحاجات اللي طلعت دي ما تعملكش عدوى في الفك، ما تخليش العدوى مثلا تروح للرقبه، تروح تعمل لك حاجات تاني، كومبليكيشن، مضاعفات في الجسم في حتت انت في غنى عنها. وممكن الموضوع ده يصيبك لو دخلت اي عضو في الدم، يحصل تعفن للدم ولا حاجه، او سيبتسيميا مثلا، بكتيريا تنتشر في الدم بتاع جسمك، ففي الاخر تعرض حياتك للخطر، ويجي لك في الاخر ايه، مثلا اي حاجه صدمه، ويجي لك اي حاجه في الجهاز الدوري، وتلاقي نفسك في الاخر ايه، لا قدر الله ممكن تموت في الاخر. فعلى ايه ده كله؟ انت في الاول ركز في الحاجات دي كويس، على انك ايه، حتى لو في خراج ولقيته مثلا فتح وكده، روح للدكتور، عشان برضو لو في حاجه نضفها، واللي يديك مثلا ايه، حاجات مثلا تكون مضاده للبكتيريا والحاجات زي كده، تحاول ان هي تقوي مثلا المناعه. مش عايز اقول قوي المناعه يعني ايه عشان نكون ادقاء، لان حتى نقطه العلاج دي مش بحب اتكلم فيها دايما، عشان ايه، في ناس ممكن تفهمها غلط. لازم بتحتاج دقه، كل واحد على حسب تشخيص الدكتور ليه، بس بيحتاج ان هو لو في اي حاجه عندك بيديك العلاج المناسب ليك ايه الدكتور. اشوفكم الحلقه الجايه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.